منوني لو كان نقول لكم باللي نبغي الصامصه تاع الكاوكاو اكثر من الصامصه تاع اللوز. تبان لي بلي لو كان تجربوها بالطريقه هذه اللي غادي نوريها لكم غادي توافقوني الراي، باسكو تجي مطرطقه بالبنه وماشي حلوه بزاف. اييه بسم الله دروك ركزوا معايا. القاعده تقول، والقاعده هذه كل كاس تاع كاوكاو مقلي ومطحون رقيق قابله مغرف ونص كبيره حتى 2 مغارف تاع حلوه الترك اللي تكون طريه وجديده ماشي قديمه وناشفه، ومغرف صغيره تاع دهان، ومغرف كبيره تاع الججلان يكون محمص ومطحون. الا ما عجبكمش ما ديروهش. غادي نخلطوا كاع المكونات غايه بيدينا حتى يدخلوا في بعضهم. نزيدوا لافاني ليكيد ولا بودر كيما بغيتو. باش نلموا لافاغ تاعنا غادي نحتاجوا المزهر. انا غادي نستعمل المزهر هذا تاع اف ام. المزهر هذا بزاف شباب غادي يعطينا بنه وريحه شابه في لافاغ تاعنا. ديروا كميه مليحه تاع مزهر باش لافاغ تاعنا تجي طريه. نعجنوها باش يمتزجوا المكونات كاع مع بعض حتى تحصلوا على حشو يكون طري ومعسل كيما راكم تشوفوا. لا لو كنروحوا نجيبوا الديول ديروا تاع برا ولا تاع الدار كيما بغيتو. غادي نقسموا الورقه تاع الديول على زوج ونعاودوا نقسموا النص تاع الورقه تاع الديول ثاني على زوج. شاولا الحاشيه هذيك غادي نقلعوها باسكو ما نسحقوهاش. تسمى الخلاصه الورقه تاع الديول قسمناها على ربع. هكا غادي نديروا 10 ميني صامصه. الا بغيتوا الحبه تاع الصامصه تاعكم كبيره ديروا نص الورقه تاع الديول. لافاغ تاعنا ما تحتاج لا تريح لا والو باسكو ما فيهاش السكر اللي لازمنا نقارعوا له يدوب. شاولا الا نشفت لكم زيدوا لها شويه تاع المزهر. الطريقه تاع التشكيل راها موضحه في الفيديو كيما راكم تشوفوا. ومع التالي غادي نقلعوا الزوائد هذوك ونلصقوا الحبه تاع الصامصه بالماء والفرينه باش ما تستحلناش كي نقلوها. كي تجوا تقلوهم ما ديروش غلطتي. الزيت انا نسيته هو يحمر. كي حطيت فيه الحبه تاع الصامصه نصهدوا ولا الكلور تاعهم جات شويه فونسي. كي نقلوهم الزيت وهما حامين نديروهم في البارد. في التالي غمس القنوته تاعهم في البيستاش وهكا كملنا الصامصه تاعنا.